بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي تبقى فرونت اند ديفلوبر وتشتغل في اسرع وقت. هنتكلم عن مين هو الشخص الفرونت اند، ايه المسار او ايه التقنيات والمهارات اللي لازم تكون عندك، وهتاخد منك وقت قد ايه، وهتزود المهارات بتاعتك ازاي، تمام؟ او تزود فرصة ان انت تشتغل في اسرع وقت ازاي من الصفر كده. وهنتكلم واحدة واحدة. أول حاجة احنا اتفقنا، أو تعالى نقول تاني، مين هو الشخص الفرونت اند؟ الفرونت اند ديفلوبر هو الشخص المسؤول عن تصميم الواجهة الأمامية. يعني إيه؟ يعني حضرتك لو دخلت على أي موقع، شفت قدامك الموقع كده من بره، والتصميم، الألوان، الصور، الخطوط، الستايل أو الديكور اللي موجود قدامك، أو عموما في المطلق أي حاجة أنت بتشوفها بعينيك على الموقع ده، فده كده من اختصاص الشخص الفرونت اند ديفلوبر. تمام؟ يبقى ده تعريف الفرونت اند ديفلوبر. طيب محتاج اتعلم ايه طيب علشان اكون شخص فرونت اند ديفلوبر؟ وايه هي المهارات الاساسيه المطلوبه اللي لازم تكون عندك؟ تمام؟ وايه هي الحاجات الاضافيه اللي لو زودتها عندي في السي في بتاعي ممكن تزود من فرصه شغلي في الشركات؟ تعالى كده نتكلم. اول حاجه عندي ال HTML، وعندي ال CSS، وعندي الجافا سكريبت، وعندي الجي كويري، وعندي البوت ستراب، والام بي ام، والاي اس 6، والرياكت جي اس، والريدكس. كل التقنيات اللي انا اتكلمت فيها دلوقتي مع حضرتك، دي التقنيات الاساسيه واللي لازم تكون عندك عشان تكون شخص فرونت اند. طيب تعالى كده واحده واحده بقى من ال HTML. ال HTML هي الف ب، الف ب علشان ادخل مجال البرمجه عموما. بص، اعتبر نفسك كده كشخص مثلا عمره ما هيوصل لان هو يخش كليه هندسه او كليه طب بدون ما يكون يعرف القراءه والكتابه. ال HTML هي القراءه والكتابه بتاعت حضرتك. لازم تعدي على التعليم الابتدائي علشان توصل للمرحله الاعداديه والثانويه. كذلك برضو انا مش هقدر اخش اي تراك في تراكات البرمجه غير لما اعدي على ال HTML. ال HTML مش هتاخد منك بالظبط، مش هتاخد منك، تعالى يا عم تعالى نتكلم نقول ان هي مش هتاخد منك 5 ايام او اسبوع. انا واحد من الناس بشرحها من محاضرتين ل3 محاضرات على حسب استيعاب الناس اللي معايا. وفي معايا ناس اكبر سنا، في ناس بتعدي ال 50 سنه وبتتعلم معايا. طيب هتاخد فيها ايه؟ انت محتاج تعرف يعني ايه هيدنج من H1 لحد H6. محتاج تعرف يعني ايه باراجراف. محتاج تعرف يعني ايه ايمج، احط الصور بتاعتي في الموقع بتاعي ازاي. محتاج تعرف يعني ايه لينك. محتاج تعرف يعني ايه تيبل. محتاج تعرف يعني ايه فورم. محتاج تعرف طبعا الفورم بالحياة بتاعتها كلها، زي الانبوت والليبل والتكست اريا والبutton والانواع بتاعتهم. طيب ومحتاج تعرف السيمانتك تاجز اللي هي الناف والهيدر والارتكل والمين والفوتر والسكشن والديف. محتاج تعرف كل ده في ال HTML. وكل الكلام ده انت ممكن تعرفه في خلال اسبوع واحد بس. يبقى اول حاجه دلوقتي اسبوع واحد اعرف ال HTML. طيب ال CSS، ال CSS خاصه بالالوان والديكوريشن والستايل بتاعك. تمام؟ الديكور بتاع الموقع، الالوان، الانيميشن بتاعي، العنصر ده بيبعد عن العنصر ده قد ايه، المساحات والمسافات والازاحه وكل الكلام ده. طيب السي اس اس ديكور الموقع زي ما احنا اتفقنا اهو، وخاصه بالالوان وشغل الانيميشن وكل الحاجات اللي انت بتشوفها تمام قدامك على الشاشه بتاعتك. طيب محتاج تعرف فيها ايه؟ محتاج تعرف فيها الكالر. محتاج تعرف فيها الباك جراوند كالر. محتاج تعرف فيها يعني ايه الطول والعرض بتاع العناصر. محتاج تعرف المارجن والبادنج والبوزيشن وانواعه. محتاج تعرف الاوفر فلو بانواعها. محتاج تعرف الانيميشن والكي فريمز. محتاج تعرف تمام بعض الحاجات زي البوزيشن او الديسبلاي، طريقه العرض. محتاج تعرف كل الحاجات الاساسيه اللي في السي اس اس. طيب الكلام ده في السي اس اس هياخد مني وقت قد ايه؟ ممكن ياخد منك تمام حوالي اسبوعين، اسبوعين بالظبط، ويمكن اسبوعين كتير كمان. طيب طبعا المده اللي انا بقول لك عليها على حسب استيعابك، ممكن ياخد منك اسبوع وممكن ياخد منك شهر، على حسب استيعابك، على حسب وقت حضرتك فاضي ولا مش فاضي، على حسب انت بتدي لنفسك وقت قد ايه من اليوم بتاعك. يعني ما تبقاش مسحول ال 24 ساعه تمام وتيجي تقول لي انا هذاكر نص ساعه وعايز اخلص الكورس ده في اسبوعين. طبعا مستحيل. انا بكلمك دلوقتي بالعقل وبالمنطق. طول ما انت هتدي، او على قد ما انت هتدي على قد ما انت هتاخد. تمام؟ هو يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فانت ما ينفعش ان انت تذاكر لي نص ساعه وتيجي تقول لي انا ما خلصتش الكورس وبقالي فيه شهر او 2. ما هو انت علشان اصلا بتديله نص ساعه، طب هتطبق امتى وهتذاكر تاني امتى؟ خليني اقول لك كده يعني. طيب تعالى ايه، تعالى نتكلم دلوقتي على مين؟ على
خلصنا ال HTML وال CSS، محتاج ان انت تعمل بقى بروجكت تطبق فيه ال HTML وال CSS زي لاندنج بيج او تمبلت كده، والتمبلت ده مش هياخد منك يومين او 3 ايام. يبقى انت دلوقتي بنتكلم في كام؟ بنتكلم في حوالي 20 يوم او 22 يوم. تمام، خلصنا فيهم ال HTML وال CSS وطبقنا عليهم مشروع كمان. طيب محتاج تعرف ايه بقى؟ محتاج اعرف الجافا سكريبت. خد بالك ان الجافا سكريبت دي اول لغه برمجه حضرتك هتقابلها في حياتك او في الويب عموما. تمام، محتاج تعرف فيها ايه. احنا اتكلمنا في فيديوهين قبل كده ليه الجافا سكريبت صعبه، وقلت لك ازاي تطلع من الصعوبه دي، وقلت لك ازاي تذاكرها وايه الحاجات اللي انت محتاج تذاكرها فيها. فانا مش هعيد الكلام علشان وقت الفيديو، وهطلب من حضرتك ترجع تبص على الفيديوهين دول وتعرف انا اقصد ايه. محتاج تعرف فيها بس الاساسيات، محتاج تعرف فيها الاساسيات زي الاوتبوت، زي المتغيرات، زي الاوتبوت، زي الاوامر الطباعه بتاعتي، زي مثلا الفانكشن، زي الايفنت، زي الاف كونديشن. تمام، هقولهم لك هنا اهو. زي الاف كونديشن، زي السويتش، زي الاريز والاريز ميثودز، والسترينج ميثودز. تمام كده كده انا عرفت الاساسيات بتاعتي. طيب محتاج ان انا اعرف ايه تاني؟ محتاج ان حضرتك تعرف في الجافا سكريبت تمام بعض الحاجات الزياده، زي طريقه التعامل مع العناصر الموجوده في صفحه ال HTML، ودي اسمها الجافا سكريبت دوم. ازاي ان انا بقدر اجيب العناصر من صفحه ال HTML واتعامل بيها. تمام، والكلام ده وكذلك برضو تعامل الجافا سكريبت مع البراوزر اللي هي الجي اس بوم. الاثنين دول او الثلاثه دول انا مش عايزك تتعمق فيهم جدا، لان هم بحر ممكن ياخدوا منك شهر واثنين وست شهور وسنه. انا محتاج منك تعرف الاساسيات. الاساسيات دي بتاعت الجافا سكريبت. تمام، في الاول فقط ركز على كلامي، محتاج منك تعرف الاساسيات فقط وانت بتتعلم فقط. الاساسيات هتاخد منك حوالي شهر في الجافا سكريبت. بعد كده طبعا الحاجات اللي انا قلت لك الاساسيه وانت شغال عليها في الجافا سكريبت تمام، هتروح تطبق على الاتش تي ام ال والسي اس اس والجي اس بروجكت. تمام كده، هتطبق فيه بقى الحاجات اللي انت عملتها. هتعمل مثلا بالجافا سكريبت زي بوب اب، سكرول تو توب، نافيجيشن فيكس توب. تمام، هتعمل بيها سلايدر، هتعمل بيها فلتر، هتعمل بيها بعض الحاجات كده ايه بالجافا سكريبت. تمام كده، خليك معايا دلوقتي. فالجافا سكريبت هتاخد منك شهر، والتانيين كانوا 22 يوم. وقول ان انت هتعمل بروجكت محترم بالجي اس هياخدوا منك كده ايه، هياخدوا منك شهرين. طيب، وكل ده وانت مدي وقت. طيب بعد كده البوت ستراب ما تخشش في الكومبوننت بتاعته كلها، لان انت لو من هنا لبكره مش هتستخدم كل الكومبوننت اللي موجوده في البوت ستراب اصلا في اي ويب سايت. حاول دايما تنظم وقتك. البوت ستراب هياخد منك يوم او يومين بالكتير قوي. ليه؟ لان هو اصلا سي اس اس مكتبه ليها خاصه بالريسبونس بتاع المين بتاعها، عباره عن شويه كلاسات موجوده. تمام، في السي اس اس حضرتك بتحفظ الكلاسات دي وبتبدا توزع العناصر بتاعتك او الجريد بتاعك علشان الموقع بتاعك يكون ريسبونسيف على الموبايل والتابلت واي شاشه حضرتك هتعرض عليها الموقع بتاعك. طيب الكلام ده تعرف بس يعني ايه الجريد في البوت ستراب، الرو والكولوم وتوزيعة العناصر بتاعتي، والشاشه دي بتاخد قد ايه والشاشه دي هتاخد قد ايه، وشكرا على كده. والكلام ده هيتم في خلال محاضرتين بالكتير، يوم او يومين. تمام، يبقى انت كده خلصت البوت ستراب. هتروح تعمل موقع نفس اللي انت كنت بتعمله في الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت، البروجكت اللي انا قلت لك عليه. هتعمل واحد زيه بس باستخدام هنا مين؟ ملفات البوت ستراب. انت ما بتحفظش حاجه غير ان انا طريقه ان انا اسطب البوت ستراب عندي بالملفات وهبدا اشتغل، وشكرا على كده. طيب بعد ما اخلص البوت ستراب هتاخد بقى حاجه اسمها الاي اس 6. يعني ايه الاي اس 6؟ الاي اس 6 هنا علشان تمام دي اكما سكريبت، عباره عن جافا سكريبت بس فيها حاجات حديثه، حاجات لسه طالعه هي تخص الجافا سكريبت. تمام، احنا بنسميها المودرن جي اس او الاي اس 6 اللي هي الاكما سكريبت. هتروح تذاكر فيها الحاجات علشان اقدر اروح للخطوه اللي بعد كده. طيب محتاج ان انت تعرف فيها حاجات زي الماب، وحاجات زي الفلتر، وحاجات زي اسف بعض الحاجات انا هقول لك عليها في الرياكت، في الفريم ورك بتاع الرياكت افضل من انا اقول لك عليها دلوقتي. هتاخد بس بعض الحاجات اللي ايه اللي انت هتلاقيها في الرياكت من الاي اس 6. طيب والكلام ده هيتم برضو في خلال ايه، في خلال اسبوع. طيب بعد كده محتاج ان انا اخش على مين؟ على الرياكت جي اس. الرياكت جي اس عباره عن مكتبه تخص الجافا سكريبت. تمام كده، يبقى انا عمري ما هقدر اوصل للرياكت غير لما اعدي على الجافا سكريبت، وغير لما اخد المودرن جي اس اللي هي الفيتشر الجديده اللي موجوده في الاكما سكريبت، علشان زي الارو فانكشن مثلا اهو. تمام، وزي الماب، وزي بعض الحاجات الجديده اللي موجوده في الاي اس 6، علشان اقدر اخش فين؟ اخش للفريم ورك اسف للمكتبه. تمام، اللي هي الرياكت جي اس. طيب الرياكت جي اس قول هتاخد مني شهر،
شهر تمام، بس محتاج ان انا اكون شخص مرتب نفسي كويس قوي. طيب انا كده بقى معايا كام؟ بقى معايا 3 شهور. بقى معايا 3 شهور، شهرين HTML CSS جافا سكريبت بوتستراب بالمشاريع بتاعتهم، تمام. وبعد كده عندي ال AS6 وعندي مين الرياكت. 3 شهور بتاخد فيهم المحتوى ده، بتفضل دايس على نفسك في الثلاث شهور، والمده هتزيد او هتقل بناء على وقتك وبناء انت بتدي للحاجه دي من وقتك قد ايه. ممكن هياخدوا منك 6 شهور، وفي ناس هتاخد سنه، وفي ناس هتاخد سنتين. كل ده بناء او بيتوقف او بيعتمد على حضرتك، تمام. طيب تعالى بقى بعد ما اخد الرياكت اعمل ايه. حضرتك بعد ما تاخد الرياكت هتبدا تعمل ويب سايت، تمام، خاص بالرياكت، وان انت ازاي ان انت تستخدم الكومبوننت بتاعتي، ويعني ايه فانكشن كومبوننت، يعني ايه ارو فانكشن، ويعني ايه امبورت واكسبورت، والحاجات اللي ايه الهاديه دي خالص. وهتلاقيني عامل على القناه مشروع واثنين وثلاثه واربعه، تمام، موجودين فين؟ موجودين عندك على القناه. طيب واخر مشروع منهم، تمام، اللي هو يخص الموقع الطبي الخاص بالرياكت. طيب بعد كده عاوز ازود المهارات بتاعتي، فهبدا اتعمق اكتر في الرياكت. ازاي؟ انا دلوقتي ذاكرت الرياكت كلها، فهتعمق اكتر في الكونتكست اي بي اي والهوكس وايه البديل بتاعهم، اللي هو الريدكس. الريدكس هو البديل الخاص بالكونتكست اي بي اي. طيب ذاكرت الريدكس مش هتاخد منك بالظبط اسبوع، لان اصلا انت فاهم رياكت. الرياكت فيها ريدكس برضو، بس اسمه كونتكست اي بي اي. الكونتكست اي بي اي ده انت فهمته في الرياكت، فخلاص انا بس هستبدله واحط حاجه مكانه اسمها الريدكس. فنفس نفس الحاجه ونفس الشغل ونفس كل حاجه، بس اختلاف مين؟ اختلاف بعض المسميات بس، هو ليس الا. طيب الكلام ده مش هياخد منك، مش عايز اقول لك يوم او اتنين، بس هنخليها اسبوع. يبقى انا معايا دلوقتي كام؟ 3 شهور. تعال نقول 3 شهور ونص. طيب بعد كده دلوقتي انا معايا 3 شهور ونص، بعد كده اعمل ايه؟ لما اذاكر الريدكس او اعرف يعني ايه هوكس وكونتكست باي، حاول ان انت تعمل ابلكيشن، ويب ابلكيشن. بلاش بقى ان انت تعمل ويب سايت. حاول ان انت تزود فهمك بقى عن اللوجيك، لان انت هتبدا تتعمق في الجافا سكريبت، هتبدا تتعمق في الاي اس 6، هتبدا تتعمق في الرياكت جي اس، لان هم كلهم مرتبطين، لان هم كلهم جافا سكريبت. فانت هتبدا تتعمق فيها، فمستواك اصلا في البيور جي اس هيزيد. ليه؟ لان انت وانت شغال في الرياكت هيظهر قدامك حاجات هترجع تسيرش على الجافا سكريبت، فانت هترجع تذاكرها وتطبق بيها، فمستواك وخبرتك هتزيد. طيب بعد الثلاث شهور ونص عايزك تعمل ويب ابلكيشن. ويب ابلكيشن خاص بالرياكت، وان شاء الله رب العالمين احنا بدانا في تسجيل الويب ابلكيشن خاص ب ابلكيشن اسمه الفود ديليفري اب، خاص بالرياكت جي اس والفاير بيز، تمام. وان شاء الله رب العالمين هنبدا ننزل مجموعه من الفيديوهات باستمرار على القناه، تمام. ده هيبقى كله شغل لوجيك واري ميثودز اللي احنا خدناها اللي احنا اتكلمنا عنها في الجافا سكريبت، وهنفهم الدنيا ماشيه ازاي كده. طيب بعد كده عايزك تعمل ايه بقى؟ انا خلصت دلوقتي التقنيات دي او السكيلز دي كلها، محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا اعرف حاجه اسمها فيرجن كنترول زي الجيت والجيت هاب. ليه؟ علشان لما تخش اي شركه تقدر تتعامل مع اصحابك في المشروع بتاعك عن طريق مين؟ عن طريق الفيرجن كنترول دي اللي اسمها الجيت او الدوكر او الجيت هاب، او ايا كان اي نوع من ادوات الفيرجن كنترول، محتاج ان انت تعرفه. فالمشهور هنا الجيت والجيت هاب. شوف اي حاجه او شوف اي فيديو على اليوتيوب هيعرفك الحاجه دي ازاي، وده مش هياخد منك وقت، سواء انت هتستخدم بالاوامر بتاعتك اللي هي هتكتبها على الجيت باش او على الكوماند، او ممكن تستخدم الديسكتوب ابلكيشن الخاص بالجيت. طيب يبقى انا دلوقتي بتكلم في كام؟ بتكلم دلوقتي في حركه 4 شهور. دي التقنيات الاساسيه اللي هتخش في اي شركه، تمام، هتلاقيهم ومفيش غنى عنهم. خد بالك انا مزود لك كمان المده، يعني في ناس بتذاكر في اقل من كده. الكلام ده انا بشرحه في 3 شهور، 3 شهور ونص، تمام. انا زودت لك دلوقتي وقلت لك خد 4 شهور ذاكر براحتك. طيب معاك شهرين اقدر اعمل فيهم ايه؟ ممكن حضرتك تعمل زي لينكد ان، تمام، كلون. ممكن حضرتك تعمل يوتيوب كلون. ممكن حضرتك تعمل ويب ابلكيشن زي اللي انا بقول لك عليه. ممكن حضرتك تعمل موقع زي الفيسبوك. ممكن حضرتك تعمل مواقع زي الاي كوميرس بالرياكت جي اس، او الاي كوميرس كتصميم اتش تي ام ال وسي اس اس وجي اس وبوتستراب. المواقع اللي انا بقول لك عليها دي، طول ما انت بتحط موقع واتنين تقال محترمين في السي في بتاعك، طول ما انت ليك اولويه ان انت تشتغل، لان انت بتوصل لي بطريقه غير مباشره، تمام، ان انت شخص شاطر، بتعرف تصمم، بتعرف تشتغل في المواقع التقيله، في المواقع اللي فيها شغل كتير، بتعرف تعمل انتجريشن مع التصميم بتاعك، بتعرف تطلع افضل شكل
بتعرف تتعامل مع كل مكان، وبتعرف توصل لي معلومه ان انت بتعرف في الريسبونسيف قوي، لان مواقع الاي كوميرس كلها تمام بالذات في الهيدر بتاعي تمام هتلاقي ايقونات جنب بعض ودروب داون وحاجات تمام، يعني حاجات استغفر الله العظيم كده ايه في التصميم. فانت كون ان انت تعمل تصميم واثنين وثلاثه هتعرفني ان انت شخص شاطر في الريسبونسيف، هتعرفني ان انت شخص تمام بيطلع شغل بكواليتي عاليه، فيبقى ليك اولويه في السي في بتاعك. تمام. رقم اللي بقى الخطوه اللي بعد كده تمام، انا نسيت ما بنقولش ارقام. فالخطوه اللي بعد كده تمام، بعد ما تتعلم جد وبعد ما تعمل التصميم ده، ممكن تفضل قاعد شهر واثنين وثلاثه بتشتغل في التصميم. انا خلصت دلوقتي التقنيات الاساسيه علشان ابقى شخص فرونت اند. طب انا دلوقتي تمام، وقلنا الكلام ده هيتم من 3 شهور ل 4 شهور، وخلصت التقنيات بتاعتي وكمان بطبق اثناء ال3 4 شهور دول. طب بعد ال4 شهور اعمل ايه؟ ابدا اعمل المواقع اللي انا قلت لك عليها دي، اعمل اي كوميرس سواء بالرياكت او بالبيور اتش تي ام ال وسي اس اس وبوت ستراب بس. تمام. حاول ان انت تعمل ويب ابلكيشن، حاول ان انت تستخدم بقى شغل اعمل مثلا اي كوميرس بالرياكت جي اس، حاول ان انت تعمل كلون معين زي للينكد ان او يوتيوب او الفيسبوك او ايا كان، حاول ان انت تعمل موقع زي لمواقع السوشيال ميديا مثلا ايا كان ايه هم فيهم. تمام. خلصت انت الكلام ده. طب وانا شغال، انت النهارده عندك 5 6 ساعات فاضي فيهم بتطبق مشروع للسوشيال ميديا بالرياكت. طيب بعد ما نخلص حاول ان انت تزود بقى مهاراتك، تنمي مهاراتك. ازاي؟ شوف كورس جديد يخص تمام المجال الفرونت، زي مثلا عايز تذاكر التيلويند تمام، ذاكرها، خد كل يوم منها كده نص ساعه او ساعه. طب عاوز اذاكر النكست جي اس، يبقى انا الصبح او وقتي منقسم تمام للتلتين والتلت او التلات ارباع والربع. ازاي؟ التلات ارباع بطبق في مشاريع على اللي انا اتعلمته على الرياكت والريدكس والاتش تي ام ال والسي اس اس والكلام من ده. والربع الاخير انا بعمل كده عموما، والربع الاخير تعالى ذاكر كده عن التايب سكريبت، تعالى ذاكر مثلا عن النكست جي اس، تعالى ذاكر كده مثلا على الرياكت يونت تيست، تعالى ذاكر كده مثلا على التيلوين. هتلاقي نفسك في الشهرين اللي انت بتطبق فيهم مشاريع بتنمي مهاراتك وبتزود مهاراتك. يبقى انت في 6 شهور عملت المهارات الاساسيه، طبقت مشاريع عليهم وتعلمت تقنيات جديده وما ضيعتش وقتك، وتقدر تحط سي في محترم في سوفت سكيلز، في مالتي سكيلز، في تكنولوجي سكيلز، في مشاريع، في حاجات كتير. تمام. فده كل ده هيزود فرصتك وهيزود مهاراتك وهيزود ان انت تقدر تشتغل وتحط البادجت بتاعت حضرتك او الراتب اللي انت عايزه في اي شركه. عموما انا بشتغل كده او بعمل كده لما بذاكر كورس جديد، برجع اطبق على القديم وانا شغال واشوف ايه الافكار الجديده. تمام. بشوف ايه الفكره الجديده وابدا اشتغلها واذاكرها وانميها عندي. خلاص انا طبقتها مره، خلاص كده لو قابلتني تاني حتى لو نسيت مفيش مشكله ان انت تنسى، انا عملتها قبل كده هرجع اجيبها مره على طول. طيب بعد كده زي ما بقول لك كده، يبقى في خلال 6 شهور انت عندك مهارات لا تعد ولا تحصى ما شاء الله، عندك مشاريع في السي في بتاعك تمام، عندك المهارات الاساسيه علشان ايه؟ علشان تشتغل ومزود عليها كمان. فده مجرد مجموعه من النصائح علشان تقدر تشتغل فرونت اند ديفلوبر في اسرع وقت. تمام. اتمنى ان الفيديو يكون سهل وبسيط وعجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه، والف شكر على 4000 مشترك، وان شاء الله رب العالمين مكملين لحد ما نوصل 100000 ومليون باذن الله. والسلام عليكم.